من أشهى وألذ الأكلات يلي بتطلبها عيلتي باستمرار الرز مع الفول الأخضر. وصفة ما بتاخد من وقت ست البيت، خاصة إذا كانت موظفة أو عاملة، فممكن بأقصر مدة زمنية تحضر أروع وأشهى طبق وتقدمه لعيلتها. تعالوا اليوم نحضر هالوصفة مع بعض بنكهة قمة بالروعة من مطبخنا الشامي. بتمنى منكم حبايبي إذا عم تدخلوا قناتي لأول مرة ما تبخلوا علي بالشير واللايك على الفيديو والاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس ليوصلكن إشعار بوصفاتي الجديدة. مقادير وصفتي رح أترك لكم إياها بصندوق الوصف. منسمي بالله ويلا نبدأ مع بعض بتجهيز هالوصفة. بالبداية عندي هون الفول، أنا عم بستخدم النوعية المفرزة، الفول الأخضر المفرز. الكمية اللي أنا استخدمتها بوزن 400 غرام. هلأ غمرتهم بالمي، رح أغسلهم لأتخلص من أي مواد حافظة، رح صفيهم وهيك بصيروا جاهزين عندي لأنه استخدمهم. أنا عم بستخدم نوعية مفرزة، وفينا نستخدم إذا توفر عنا الفول الفريش بناخد حبات الفول وبنستخدمهم بنفس الوصفة ونفس الطريقة. عندي هون حبة من البصل متوسطة الحجم، قشرتها وفرمتها ناعم. هلأ رح انقع الأرز اللي أنا عم بستخدمه أرز بسمتي، كوبين من أرز بسمتي حبة طويلة. غمرتهم بالمية السخنة، رح ضفلن الملح واتركن على طرف. رفعت على النار طنجرة، نزلت فيها نسبة بسيطة من الزيت. عندي هون حبات اللوز، رح حمصهم لياخدوا هاللون الذهبي الرائع. وبكل الأحوال اللوز أو أي نوعية من المكسرات فهي مكون اختياري حسب الرغبة والمتوفر عندك. نزلت معلقة كبيرة من الزبدة، نزلت البصل، قلبته لحتى البصلة دبلت عندي. وهلأ رح نزل اللحمة. بالنسبة للحمة اللي أنا استخدمتها 350 غرام من اللحمة الوسط، يعني ما هي كباب ناعمة وما هي خشنة. هلأ رح أقلبهم لحتى اللحمة تاخد 3/4 الاستواء. بالنسبة لكمية اللحمة فهي مسألة نسبية، فينا نزيد أو نقلل حسب المتوفر عنا وحسب الإمكانيات المادية. اللحمة عندي هون أخدت 3/4 الاستواء، ضفت لها نص معلقة كبيرة من الملح. نزلت توابل هي عبارة عن الفلفل الأسود وتوابل السبع بهارات. هلأ رح أقلبهم لحتى التوابل تتوزع بكل كمية اللحمة. رح أقلبها لحتى تستوى بشكل كامل. اللحمة استوت عندي، رح ارفع من معلقتين لحتى استخدمهم لتزيين الوجه أثناء التقديم. بالنسبة لكمية اللحم اللي تبقيت عندي عبضيف لها الفول الأخضر بعد ما صفيته. هلأ رح أقلبهم لحتى يتجانسوا تماما. رح ضيف معلقة صغيرة من الزبدة. غسلت الرز لعدة مرات وصفيته وهلأ عبضيفه. هلأ رح أقلبهم لحتى يتجانسوا تماما الرز مع اللحمة والفول. طبق جدا شهي، ومثل ما لاحظتوا ما بياخد وقت من ست البيت، خاصة إذا عم نستخدم فول جاهز مفرز، فسهل وسريع وممكن نحضره بأقصر مدة زمنية. هلأ ضفت المي المغلية، ضفت 3 أكواب من المي المغلية لأنه الرز منقوع. في حال كان الرز مو منقوع فكل كوب من أرز البسمتي منضيف له كوبين من المي. أنا ضفت 3 أكواب مي لكوبين الرز.
هديت الغاز وتركت الرز يستوى على نار جدا هادي، ما شاء الله. وكان شايفين أرز نسري تماما، أبدا مو مكبتل على بعضه ولا مخبوص. هلأ رح اسكبهم بطبق التقديم. ما شاء الله، كان صدقوني روايح يا جماعة من أروع وأشهى وألذ ما يكون. هلأ عم بسكبهم. شايفين الأرز مستوي تماما، اللحمة مستوية والفول كمان. الأرز نسري بالمية مية، والطعمة خرافية. وهلأ رح زينهم بالمكسرات، ومثل ما ذكرت بالنسبة للمكسرات فهي مكون اختياري فينا نستخدمه، وإذا ما متوفر عنا ما في أي مشكلة. أنا عبضيف اللوز، واللمسة الأخيرة رح نزل كمية اللحمة. طبق ملوكي يستحق التجربة، من أروع وأشهى وألذ ما يكون، حضرناه بأقصر مدة زمنية. وصفتي لليوم صارت جاهزة، ما تتخيلوا النكهة والريحة والطعم. طبق متكامل من أروع وأشهى وألذ ما يكون. بتمنى وصفتي لليوم تكون نالت إعجابكم، بتمنى تجربوها على طريقتي وتكتبوا لي آراءكم بالتعليقات. إذا عم تدخلوا قناتي لأول مرة بقلكن نورتوني، وما تبخلوا علي حبايبي بالشير واللايك على الفيديو، والاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس ليوصلكن إشعار بكل وصفة جديدة أنا بنزلها. بتمنى دعمي حبايبي بحملة المليون مشترك، لحتى تشجعوني دايما أقدم لكم وصفات جديدة، وانتظروني بوصفة جديدة.